مين اللي ما يحبش السينابون ونفسه يعمله؟ بجد ما تخافيش تعمليه. هعملهولك بطريقة سهلة جدا جدا. مش هياخد منك اي وقت خالص غير وقت التخمير بس. وكمان الصوصات الجميلة ديت هنعملها مع بعض بكل سهولة في البيت. مش هتشتري حاجة من بره. وكل ده بنص كيلو دقيق بس. بجد هتعملي احلى سينابون. كمان صوص السينابون الابيض ده الروعة دوت هنعمله في البيت بكل سهولة. تعالوا نسمي الله ونتوكل على الله كده وندخل على المقادير ونشوف مقاديرنا مع بعض السهلة جدا جدا. طبعا المقادير ديت اللي هو نص كيلو دقيق اللي هو 4 كوبايات من الدقيق نخليهم كويس. حطيت معاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وباكت كده من الخميرة. واحط بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. وكمان طبعا في خميرة يبقى فيه معلقة ونص سكر. والبيضتين كده بدرجة حرارة المطبخ. طبعا البيضتين دوت عشان بلدي صغيرين فانا حطيت 2. لو البيض اللي عندك كبير حط بيضة واحدة. تمام. وهبدأ بقى ان انا احط عليهم كوباية من اللبن الدافي. ال4 كوبايات دقيق دول هياخدهم حوالي كوباية وربع. طبعا انت حطي الاول كوباية وبعد كده ابدأي زودي. انا حطيت كوباية وهبدأ ازود معلقة معلقة كده لغاية ما يتظبط معايا. ودي كل مكوناتنا بس معلقة واحدة بقى كمان من الزبدة. انا حطيت كمان شوية شوية اهوت يعني قد ربع كيلو من الدقيق. اللهم صل على النبي من اللبن تاني. بقت المقادير كلها كوباية وربع. طبعا مش لازم تعملي المقادير دي. مش لازم تعملي السينابون خالص في العجان. ممكن تعجنيه على ايدك في طبق بكل سهولة. اهم حاجة وسر نجاحه تعجنيه فترة كافية. وكمان تعجنيه يعني تسيبيه يعني يكون بيلزق يعني يكون في سنة تلزيقة. يعني يبقى حلو كده معاكي كده وطري كده وتمام. وفي سن وماسك نفسه بس في سنة تلزيقة عشان يطلع معاكي هش ويطلع معاكي جميل. طبعا ما تنسيش تحطي معلقة صغيرة من الزبدة. الزبدة اللي كانت معايا صراحة كانت زبدة فرن. ودي اللي بعمل بها معظم معجنات بتبقى جميلة جدا. يعني حلوة قوي برضو في السينابون. خلاص بقى اغطيه واركنه كده على جنب علشان خاطر يخمر. هسيبه ياخد وقت الكافي. طبعا الجو برد شوية فممكن ياخد له من ساعة ونص كده لساعتين لغاية ما يخمر براحته خالص. تعالوا بقى ما نحضر مع بعض صوص الجبنة الروعة اللي بتحط عليه بيديله طعم ملوش حل. كوباية من اللبن البودرة وكوباية من السكر البودرة. ورشة من الفانيليا. وحوالي معلقتين 3 كبار كده من الجبنة الكريمي. ما عندكيش جبنة كريمي اعملها بجبنة مثلثات بتبقى احلى واحلى كمان. انا بصراحة بعملها على طول بجبنة مثلثات. بس انا كانت متوفر عندي الجبنة الكريمي. رشة ملح صغننة عشان تعدل الطعم. معلقة صغيرة من الزبدة. ماشي. المقادير دي سهلة جدا جدا اعتمدها عندك. كمان نص كوباية من المية المغلية. لازم تكون المية مغلية ولسه نازلة من على النار حالا. عشان تظبط المقادير كده وتسيح معايا الزبدة. بالهاند بلندر او بالخلاط مش هتفرق خالص. وهبدأ ان انا اضربهم كده لغاية ما كل المكونات بتمتزج مع بعضها. في الاول هتحس ان هي خفيفة معاكي شوية ما تحطيش ولا تزودي اي حاجة. المقادير دي مظبوطة بالملي زي ما بيقولوا. فما تحطيش اي حاجة. ان شاء الله هسيب لك كل المقادير ديت باذن الله في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف يتك على عنوان الفيديو. هيدخله على طول على المقادير وصندوق الوصف. طبعا هي خفيفة شوية اول ما تدخل التلاجة وتبدأ تبرد كده بتتماسك وبتبقى تقيلة وجميلة. تعالوا مع بعض بقى نحضر بقى الصوص الجميل اللي هو صوص الكراميل. سهل جدا وبسيط جدا وهقولك على تكاته وهقولك كمان المشكلة اللي ممكن تقابلك وازاي تحليها بمنتهى السهولة. اولا ما تحطش فيه معلقة خالص غير ما يسيح منك تماما. وطبعا النار بتكون هادية. تمام. اول ما يسيح منك كده ويبدأ يسيح كله كده من الجناب هتبدأي تقلبيه بالمعلقة مفيش اي مشكلة. هتدخلي بقى في الحالة ديت المعلقة ما تدخليش معلقة الا ما يسيح منك من الجناب تماما. طبعا زي ما قلت لك النار بتكون هاديه. بجيب نص كوبايه كده من الميه المغليه هيحصل بركان دلوقتي خلي بالك على ايدك. وهيبدا بقى الكراميل يقفش كده ويمسك في بعضه. ما تخافيش خالص. لو وصلت معايا لغايه هنا بالله عليك ما تنسيش اللايك عشان اللايك دوت اللي بيرفع الفيديوهات وبخلي كله يستفادها. ويا ريت الشير للفيديو لاصحابكم وحبايبكم واللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك. نص كوبايه لبن بقى عليها معلقه كبيره هرميه من النشا. تعال بقى ما اوريكم اللي هيحصل في الكراميل اول ما اللبن ينزل فيه دلوقتي. وليه حصل له كده بصوا بقى. اول بقى ما يبدأ يغلي هتلاقي اللبن اتحول والكراميل اتحول. وبقى كله كتل. طبعا لو واحدة تانية هتتخض وباظ مني الكراميل ولازم يترمي الكراميل ودي مش بقى كراميل خالص. طب حصل كده ليه المشكلة ديت بصوا بقى قطع ازاي. علشان اللبن اللي معايا لبن فلاحي او لبن بلدي فكله قشطة. مع اني شايلة منه القشطة بس اللبن دسم.
هعمل ايه؟ هرميه؟ لا ما يترميش خالص. انا مش حبيت اقطع المقطع ده خالص، قلت اوريك التكات علشان لو حصل مع واحده لسه مبتدئه او مع اي حد. بتجيبيه بقى بمصفى كده وتبداي تصفيه كويس جدا، بتشيلي الكتل دي كلها وتاخدي السائل اللي هو بتاع الكراميل دوت، اللي هو مش كراميل خالص، ده هو لسه سائل خالص اهوت. وهعمل ايه؟ وهجري تاني على البوتاجاز واحطه تاني كده في نفس الطاسه، واحط عليه معلقه نشا، مع يعني مع معلقه ميه. لازم ادوبهم كويس جدا لان ما ينفعش احط النشا كده مباشره. وهبدا ان انا اقلبه تاني على النار، هياخد غلوه واحده بس. وبرده اهو بص خلاص كده بقى جاهز معايا الكراميل، بس برده شكله مش عاجبني. بصوا تحس ان هو محتحت كده ومفتت كده، مع ان انا مصفيه بس شكله مش عاجبني. تعالى ما اقول لكم هعمل فيه ايه دلوقتي، هخليه صوص احلى من بتاع المحلات، وكمان والله هخزنه واحطه في التلاجة كمان. ما شاء الله العجينه بقى كانت معايا خمرت وبقت تمام. اديتها البوكس المتين ونزلتها كده على الرخامه، وهبدا ان انا ايه، الفها رول كده علشان اقسمها على نصين، عشان انا عايزه اعملها على مرتين، لان الرخامه عندي مش هتاخد الكميه كلها عشان اشتغل فيها وانا مرتاحه، لان انا بفردها بسمك يمكن اقل من 1 سنتي كمان. يعني افضل بقى ايه افرد بقى فيها كده. انا عايزه اهم حاجه تبقى شكلها مستطيل كده او بيضاويه علشان اعرف ان انا الفها رول. طبعا في الاول كده وانا بعمل بحس العجينه بتلم معايا. في نوع دقيق كده بيغلب كده يعني. المهم انا فردتها كده على قد ما قدرت، وهظبطها كده واشيل الدقيق من عليها، وحطيت طبعا تحتها شويه دقيق وانا بفردها. وما تكتريش في الدقيق عشان ما تنشفش منك، يعني حط تحت بس ما تحطش تحت وفوق. حته زبده بقى كده، وبدات ان انا كل الموضوع خد معايا معلقه كبيره زبده. هبدا بقى ان انا افردها كده يعني. طبعا دي معلقه صغيره وكمان معلقه صغيره كمان في العجينه التانية. بقت تمام كده، مش بتاخد معايا بصراحه زبده كتير خالص. دي بقى معلقتين قرفة مع معلقتين سكر مع معلقة كبيرة من الكاكاو الخام المر، عشان يديكي طعم ونفس الشوكولاتة كده فيها، وتبقى طعمها كده غني وحلو. وهبدأ ان انا ارشها كده عليها من جميع الجهات كده، علشان خاطر املأ السينابون كله بالقرفة. طبعا انا عايزه اقول لك ريحه القرفه فيها وهم وهم طبعا. والخبيز بقى والحاجات ديت بتبقى جميله جدا في الشتاء. انا عايزه اقول لك انت لو هتجيبيها من محل بره او من اي مطعم او هتاكليها بره، بتاكلي قطعه السينابون الواحده ممكن تعمل لك 27 جنيه. طب وعلى ايه؟ لا ده في البيت بقى نظافه وجمال، وكل دوت مش هيكلفك اي حاجه غير نص كيلو دقيق، والمكونات كلها موجوده عندك في البيت. يعني احنا ما بنستغناش عن الحاجات ديت اللي هي الكاكاو والقرفه والحاجات ديت، والسكر والحاجات دي كلها موجودة عندك في البيت، والزبدة والحاجات والدقيق طبعا. طب وعلى ايه؟ متاخدش وقت اطلاقا. تسد بقى في جوع اخر الليل، إيه في فطار. بجد حلوة قوي قوي، طعمها حلو قوي. كوباية بقى نسكافيه كده مع، او فنجان قهوة كده، او كوباية شاي، او شوية عصير. المهم طعمها حلو قوي. بقيس قد التلات صوابع كده واقطع 3 صوابع واقطع. كل الحتت ديت هتنفش معايا لما بتخمر تاني، لان انا بخمرها مرتين. مرة بعد ما بعجنها، ومرة تانية بعد ما بقطعها واعملها رولات كده. لازم اغطي عليها واسيبها تخمر خالص لغاية ما تضاعف حجمها. شوفي هي لسه صغيرة ازاي. دي بقى القطعة الاولانية. القطعة التانية اهيت ما انا قسمتها نصين ما تنسوش. هبدأ افردها بنفس الطريقة خالص كده زي ما انا عملتها في الطريقة الاولانية بيضاوية برضو. وعلى فكرة اللي ما بيحبش حشوة القرفة او طعم القرفة، ممكن تستبدلي القرفة وتحط مكانها كاكاو بالسكر بس، او بتحط مكانها نسكويك. اللي عارف النسكويك هيخلي طعمها جميل جدا برضو. وتشيلي القرفة خالص مفيش اي مشكلة. نفس اللي عملته في المرة الاولانية هعمله في المرة التانية. هرشها برضو سكر وقرفة. طعم القرفة على فكرة مميز جدا وطعمه حلو قوي قوي. وعلى قد بقى حبك للقرفة حطي. وصلت معايا لغاية هنا، يا ريت ما تنسوش اللايك حبايب قلبي. بالله عليكم ما تنسوا اللايك. بفكركم تاني لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش اللايك. تمام. ابدا بقى ان انا بقى ايه الفها رول زي ما عملت المره الاولانيه بالظبط، وقطعتها مش مضيعش وقتكم برضو. طبعا الصينيه مدهونه، وحطيتها كده بعدتها عن بعض شويه، لان زي ما قلت لكم انا غطيتها هيت برجاله المطبخ بتاعتي علشان تبقى تقيله. وبص ما شاء الله خمرت وبقت زي الفل وتضاعف حجمها. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 250، اعلى درجه حراره عندك حطيها. ولازم يسخن خالص. وبعدين حطيتها في النص ومش ولعت الشوايه خالص. بصوا بقى اللي ضربته بالهاند بلندر او اضربيه في الخلاط، هيبقى قوامه كريمي وتحفه. احلى من اللي انت بتجيبيه من المحلات بمراحل. طعم روعه.
كمان انا هعمل منه على السينابون وهيفيض مني كمان، واحطه في برطمان واخزنه كمان واسيبه في باب التلاجة لاي ظروف ايا كان. حطيت بقى على كيك، حطيت على سينابون، حطيت على تورت، حطيت على اي حاجه جاتوه، اي حاجه عملتها حلوه هيبقى موجود عندي جاهز في باب التلاجة. كمان صوص الجبنه شوفوا ما شاء الله تقل معايا وبقى قوامه زي الفل. وهو بقى ايه، اول ما اول ما السينابون يطلع، السينابون ده بصراحه خد مني لون غصب عني علشان انا انشغلت شويه، بس هو ما بياخدش منك وقت خالص، يعني هو بتحط على درجه حراره عاليه وما بتولعيش الشوايه اصلا. بس انا كنت نسيته شويه في الفرن فخد مني لون كده لان درجه الحراره كانت عاليه جدا. فقمت جايه برضو مغطياه شويه بعد ما طلعته، غطيته حوالي 10 دقايق علشان يبقى طري معايا لانه خد مني لون جامد. بس عايزه اقول لكم كان هش وطري وتحفه. اول بقى ما بيطلع بحط عليه صوص الجبنه دوت، طبعا بتشربه كله زي ما انت شايفه كده، ده الطبيعي ان هو بتشربه كده. وشوف ما شاء الله صوص الكراميل الروعه اللي انا عاملاه معاكم احسن والله من اللي بتباع بره بمراحل. كمان انا كان عندي جيلو شوكولاته كده، جيت احط لقيتها واسعه، عملت من الناحيه التانية برضو بتحط عندك، ما عندكيش الجيرو الشوكولاته دوت الجاهز دوت، بتسيحي حته شوكولاته خام على حمام بخار وتحطيها كده في كيس حلواني وترشيها، او حته نوتيلا كده تسيحيها بمعلقه زيت وتحطيها برضو في اي كيس تلاجة ولا حاجه وترشرشي منها كده. تعالوا مع بعض ما ناخد حته كده قطعتين كده، الله على الجمال، هشه ومورقه وطبقات وطعمها وهم وهم وهم. بجد انا عايزاكم تجربوها، وعايزه دعم منكم بقى شويه لايكات بقى حلوين من حبايبي وكومنت حلو يفرحني. وطبعا صوص الجبنه بقى ايه مش عايزه اقول لكم، سايح ونايح كده في قلب الصينيه، بشيل منه واحطه كده والطعم جبار. تعالوا اوريكم بقى اللي انا خزنتهم، الشويه اللي انا خزنتهم دول، الشويه اللي فاضوا من صوص الكراميل، كان عندي كده إيه برطمان فاضي حطيته فيه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتوا.